شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الفضلاء، حديثي إليكم اليوم عن صنف من الأصناف السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واليوم معنا صنف خامس، وهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل بكى من خشية الله تعالى، رجل رق قلبه من خشية رب السماوات والأرض. لو سأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال: أجلست مع نفسك يوما تتفكر في خلق السماوات والأرض؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل جلست مع نفسك تتأمل خلق السماوات والأرض، تتأمل هذا الكون العظيم، تتأمل هذا الإعجاز الرهيب الذي عجزت عنه وصف الواصفين وكتابة الكاتبين وتأليف المؤلفين أن يحصروا هذا الكون في كتبهم ومؤلفاتهم؟ وهل جلست تذكر خالقك وتسبحه وتحمده وتمجده فذرفت عيناك يوما؟ أو هل وصلت إلى أحب البقاع إلى الله تعالى فجلست في ذلك المكان الجميل الذي يتمنى كل واحد منا الجلوس إليه والنظر إلى الكعبة المشرفة؟ تجلس جلوسا فيه طمأنينة وسكينة ووقار، فتذكر الله عز وجل وتتأمل في ذلك المكان المعظم المكرم الذي بناه إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل.
وتجد الناس يطوفون في آن واحد ويصلون في آن واحد ويحجون ويقفون على عرفة في يوم واحد. لماذا يقفون؟ ولمن يلتزمون؟ ولمن يهرعون ويرهبون؟ لله سبحانه وتعالى. إن تلك المواقف لتجعل القلب يرق ويبكي دما بدل دم، لأن عظمة الله عز وجل تتطلب على كل واحد منا أن يقف مع نفسه وقفة إجلال وإكبار لهذا الخالق البارئ الذي لو عددت على نفسك أسماءه وصفاته لوجدت مع كل اسم الله ومع كل صفة له سبحانه وتعالى عنوانا كبيرا لعظمة ربنا سبحانه. والأكبر من ذلك والأعظم أن يرق القلب بأن يرى هموم الناس وأمراض الناس، بأن تجلس يوما فيمر عليك رجل ليست له رجلان أو ليس له يدان فيرق قلبه فتدمع عيناه. لما يا ترى؟ لأن الله عز وجل فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. أو إذا سمعت قرآنا يتلى عليك تقشعر منه بدنه ويجري فؤاده. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من ذكر الله تعالى، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هل أنت من هؤلاء الناس؟ عالج قلبك. لا بد علينا من معالجة هذا القلب الذي هو أشد معالجة من كل الأمراض. وهذا القلب الذي هو بين جنبي إنسان المشكلة فيه أنه لا يستطيع أن يعالجه طبيب غيره، لأنه هو الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى ملكا لك فأعطاك إياه، فلا يستطيع أي بشر وأي مخلوق على وجه الأرض أن يعلم ما في داخل قلبك إلا أنت وربك. هل يمكن للبشر أن يشقوا على قلوب الناس فيعرفوا ما بداخلهم وما تحمل نياتهم وطياتهم؟ مستحيل، لأن القلوب هي بيد الله عز وجل. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذه القلوب منقسمة إلى 3 أقسام: قلوب طيبة تخاف الله عز وجل إذا ذكر عندها، تميل إذا رأت شيئا يجعل القلب والفؤاد يلين ويحن. وقلب مريض، وهذا القلب المريض يحتاج إلى ماء ويحتاج إلى هواء كالزهرة في وسط البستان. هذا القلب المريض هو قلب إذا رأى الخير ساق معه، وإذا رأى الشر ساق وراءه، فليس له قوامة يقوم عليها، ولكن يحتاج إلى تدريب وممارسة لفعل الخيرات حتى
القلب الثالث هو القلب الميت الذي لو أتيت له بكل الدواء الذي يوصف له لم يحيا بعد ولم يحيا، لأن الله عز وجل طبع عليه، طبع على قلبه، لا يرى إلا الشر، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا كالكوز مجفيا. اختر لنفسك قلبا من هذه القلوب. أي قلب يا ترى عندك بين جنبين من هذه القلوب الثلاث؟ إن كان لك قلب طيب فقد فزت ورب الكعبة، واحمد الله عز وجل بأن أعطاك إياه. وإن كان لك قلب مريض فعليك بمرافقة أصحاب الخير، وعليك بمرافقة ناس يشهد لهم بالصلاح والطيبة. وإن كان لك قلب ثالث وهو القلب الميت فكبر على نفسك 4 ولا تخف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وخلافه. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، من قصص لين القلوب ورقتها أنه في يوم من الأيام وبعد سماع المصطفى لخبر وفاة ابنه إبراهيم رق قلبه صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه، ذرفت عين المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ثم قال الكلمة المشهورة بعد أن قال له أحد الصحابة: أتبكي يا رسول الله؟ أتبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة يهدفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. ثم قال القولة المشهورة: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذه صورة من صور رفقة القلب، وهذه إن دلت على شيء فإنما تدل على رحمة الله عز وجل التي تتفاوت من رجل لآخر. فكم من الناس من يمرض عنده ولد أو يموت له قريب من الأقارب أو يموت له والد أو والدة ولا يحرك له ساكنا ولا يهتز قلبه أو فؤاده من شدة الفزع والحزن. وكم من الناس من إذا أصيب بمصيبة وجاءه خبر المصيبة رأيته كالذي يخشى عليه من الموت. فإن هذه القلوب التي حبانا الله عز وجل بها حري بنا يا عباد الله أن نعالجها. بما نعالجها يا ترى؟ نعالجها بالذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. واللسان هو عنوان لما في داخل القلب، لأن القلب ينوي واللسان يحقق نية القلب. فإن تكلم الرجل بالطيبة
وتكلم بالخير فاعلم بأن قلبه خير طيب، إلا إذا كان له صفة من صفات الوجهين، فهذا من شر الخلق عند الله عز وجل. فعلينا أن ندرب أنفسنا على ذكر الله والإكثار من ذكر الله. ثانيا أن نبتعد عن كل الأمور والأسباب والعوامل والدوافع التي تجعل القلوب ميتة. أولها الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة تتبع عورات المسلمين، التحسس والتجسس، الألفاظ الخبيثة، التكلم في أعراض الناس، كل هذه عوامل تدفع القلب للموت. وأي موت هذا الذي يجعلك مثل الحيوان؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم، صم الله عز وجل آذانهم وأخرق ألسنتهم وأمات قلوبهم، بل هم أضل. ولكن إذا ابتعد الإنسان عن هذه المجالس، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم، لا تقعد معهم، لا تجلس مع أناس يغتابون ويتكلمون في أعراض الناس. ومن ذب عن عرض أخيه فله أجر عند الله عز وجل. من دافع عن عرض أخيه، يا جماعة، إن هذه الدنيا التي جعل الواحد أو جعل الواحد منا نفسه محاسبا لجميع الناس، وجعل نفسه فوق رأسه ريشة، بحيث أنه ليس أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يسمع عنه عيبا أو يذكر عنه سوءا. ولكن اعلم، إن تتبعت عورات المسلمين فإنه سيأتي من يتتبع عوراتك ولو لم يكن بك شيء، ولو لم يكن لك شيء. ولكن عليك بالنصح، كما قال ذلك الصحابي: عاهدنا رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فإذا رأيت أمرا يخالف شرع ربنا فبادر بالنصيحة دون الفضيحة، وتعلم أدب النصح. وإن فعلت ذلك فاعلم بأن قلبك من القلوب الحية الطيبة. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم نور أبصارنا بذكر الرحمن، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا إخوة متحابين فيك ولوجهك الكريم يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أمة الإسلام وأصلح بلادنا، وارزقنا الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الكتاب والسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.